السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض طريقة حفظ الليمون في التلاجة لأطول فترة ممكنة، من أول ليمونة لآخر ليمونة هتفضل محتفظة بنفسها. تابعوا معايا الفيديو. أنا هنا معايا كيلو ونص ليمون، ومعايا لتر مية ساقعة تلج، ومعايا كوباية خل. أهم حاجة تكون المية ساقعة تلج. بعد كده هننزل بالليمون نديله صدمة في المية الساقعة، وننزل عليها بكوباية الخل، ندعكها كويس ونغسلها كويس. بعد كده اكون محضره معايا فوطه نظيفه وناشفه، وابتدي ان انا امسك ليمونه ليمونه اغسلها في الميه بخل. وبعد كده انشف الليمون كويس من الميه، اهم حاجه تنشيف الليمون كويس. بعد كده اشيلها في الاكياس. اهم حاجه اتاكد ان انا منشفه الليمونه كويس من الميه. خلصنا الكميه بتاعتنا، مسكناهم كيسناهم في الاكياس وهنحطهم في باب التلاجة. اهم حاجه نحط الليمون ده في باب التلاجة. وبس كده، ده الشكل النهائي لليمون بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير. بشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.